7 أسئلة هتسأليها للشخص اللي بتحبيه علشان تعرفي هو بيحبك وحطك في حساباته ولا بيلعب وعايز يتسلى. وطبعا طريقة السؤال لازم تبقى بحرفنة، وهقول لكم تسألوا الأسئلة دي ازاي وامتى، بس بعد ما اقول لكم على ال7 أسئلة. السؤال الأول: انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ وخلي بالك بقى لو لقيتي الإجابة عبارة عن إنجازاته اللي بيتمنى يحققها والحاجات اللي بيتمنى يملكها وعن أوضاعه المادية والحياتية والمالية والشغل وبس، وما جابش سيرتك خالص، يعني ما تضمنش جوه كلامه أي سرد لسيرتك خالص، اعرفي انه في اللاوعي بتاعه مش حطك في الصورة. لو لقيتي نفسك مش موجودة في ولا مكان من احلامه الخاصة بالمستقبل، اعرفي ان انت مش في حساباته من دلوقتي اصلا، وانه شايف المستقبل من غيرك. وهو طبعا هيكون فاكر نفسه بيبهرك باجاباته وعمال يتكلم عن نفسه باللي هيحققه والعظمة اللي هيبقى فيها، ومش واخد باله خالص انه بيوصلك رسالة غير مباشرة انك مش موجودة في المستقبل وانه خالع. لان الانسان الطبيعي لو سألتيه سؤال زي ده وهو بيحبك هتلاقي سيرتك جت مرة و2 و3 وهو بيشرح خططه عن المستقبل. السؤال التاني: هل تحب لما نتجوز تبقى ذمتنا المالية منفصلة ولا تبقى فلوسي على فلوسك؟ لو لقيتي إجابة السؤال ده عنترية كلها كلام إنشاوي من بتاع أنا اللي أصرف وفلوسك انت حرة فيها واعملي اللي انت عايزاه بيها وانا ماخدش مليم من مراتي، ولقيتيه اصلا وهو بيجاوب رد بسرعه ما فكرش ورص الكلمتين دول على طول بتاع انا الراجل وانا اللي اصرف فلوسك ليكي انا مش هاجي ناحيتها، اعرف ان ده اي كلام وانه مفكرش في الموضوع اصلا عشان مش ناوي يتجوزك اصلا. لان الانسان الطبيعي هياخد شويه كده يفكر وهيفكر معاكي وهيقولك انا شايف كذا انتي شايفه ايه، ممكن يقول رايه كده برضه بس هياخد ويدي في الكلام، مش هيرصهم بطريقه محفوظه ورا بعض على طول، لان رده السريع المحفوظ ده معناه انه مش جد وانه مفكرش اصلا في السؤال ده ولا الموضوع ده، لانه مش هيكمل معاكي. السؤال الثالث: ايه الحاجه اللي طلعت بيها من علاقتك السابقه؟ لو سالتيه السؤال ده ولقيتيه عمال يعيب في كل البنات اللي عرفهم قبلك ويقولك اللي اتعلمته اني ما اثقش في حد، اني ما اديش لحد اكتر من لازم، اني اخلي بالي من الخداع، وكل الكلام اللي بيقوله عباره عن توجيه نقد للطرف التاني اللي كان معاه في العلاقه ومش شايف ان هو غلط في حاجه خالص في العلاقات دي، وانه غلطه الوحيد يا عيني انه حب، اعرفي انه مش صادق وانه يتخاف منه وان مصيرك هيبقى مصير العلاقات دي. لان الانسان الطبيعي اللي مش بيكذب وبيحب بجد هيكون صريح مع اللي قدامه، هيقول غلطاته وغلطات غيره وهيفكر معاكي كمان ازاي تتلافوا الاخطاء دي في علاقتكم انتوا. السؤال الرابع: انت حبيت قبل كده؟ طبعا قبل ما بتسالي السؤال ده انت بتبقي عارفه هو دخل كام علاقه قبليكي، فلما تلاقي انه كان عنده علاقه ولا 2 ولا 3 وتلاقي الاجابه بتاعته لا انا عمري ما حبيت غيرك انت الحب الاول، اعرف انه كذاب وانك برضه هتبقي زي واحده من اللي فاتوا في حياته. لان الانسان الطبيعي الصادق اللي بيعيش علاقه سويه هيقول والله انا حبيت مره بس اكتشفت مثلا ان احنا مش متوافقين وان حصل كذا وكذا وكذا، ولكنه ما بيدعيش وهو خارج من كذا علاقه انه عمره ما حب. امال انت يا حبيبي كنت بتعمل ايه في العلاقات السابقه؟ يبقى كنت تتسلى وانت اللي عليك الدور. السؤال الخامس: انت عمرك خنت بنت كنت معاها قبل كده؟ خلي بالكم السؤال ده صادم ولازم يتاخد على بعضه كده مره واحده، ما تديش فرصه للي قدامك يفكر في اجابته، مره واحده اضربي السؤال ولازم تكوني بتفهمي ما بين السطور، لان الاجابه الحقيقيه هي اللي هتكون ما بين السطور مش اللي هيقوله. لو انكر باندفاع وقال لك لا 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 انا عمري ما اخون واحده انا كنت معاها، لا 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 ما يحصلش ابدا، وخد الموضوع على صدره قوي فضل ياكد على الموضوع، يبقى خان. ولو اتعصب وقال لك لا انا عمري ما خنت بنت كنت معاها انا عمري ما اعمل كده انا ما اعملش كده ابدا دي مش شخصيتي دي مش اخلاقي، ايه السؤال اللي انت بتساليه ده وليه بتسالي السؤال ده ومين اللي حط في دماغك الكلام ده، وتعصب بالشكل ده اعرف اني بخونك انت شخصيا في الوقت الحالي. لان الطبيعي لو اي واحد بتحبيه وسالتيه السؤال ده وما عملش حاجه، لا خان بنت قبل كده ولا خانك، هتلاقيه رد بهدوء عادي خالص، لا هيتخض ولا هينكر كتير، هيقولك لا طبعا، هتلاقي كلامه عادي مفيهوش انكار كتير ولا خد وقت عشان يفكر. لكن اللي بيقعد يلف ويدور كتير وينكر كتير ويتعصب اعرفي انه كذاب وخاين. السؤال السادس: ايه الميزه اللي فيها عن البنات كلهم اللي انت عرفتهم قبل كده عشان كده حبتني؟ السؤال ده خبيث شويه لان في كل الاحوال هو هيقولك كلام ايجابي، لكن ايجابي عن ايجابي يفرق. لان الانسان الطبيعي اللي بيحبك هتلاقي رد بمنتهى البساطه يقولك عشان انا بحبك، ميزتك ان انا بحبك وانتي في العموم كلك مميزات وانتي مفيش زيك وما تقارنيش. هتلاقي الحوار قلب رومانسي وهيقولك كلام حلو كتير يبين لك قد ايه هو بيحبك وانك مختلفه في العموم عن اي حد. لغايه هنا احنا تمام. لكن لو وقف فكر وبعد كده لقيتيه بيسرد لك مميزاتك اللي من نوعيه انتي مش عنيده زيهم، انتي بتسمعي الكلام، انتي بتفهميني، انتي بتحسي بيا، اعرفي انه ما بيحبكيش لانه بالفعل عمل مقارنه، والمقارنه في حد ذاتها دي مصيبه. حتى كلامه على المقارنه دي
يبان في شكلها انه كلام ايجابي عنك، ولكنها حاجات تخصه، حاجات بتعجبه هو في العلاقه دي، انك بتسمعي الكلام وبتحسي بيه، حاجات حلوه انت بتعمليها علشانه. يعني حبه ليكي حب مشروط عن اللي بتقدميه ليه في العلاقه دي، ده اذا كان بيحبك اصلا. السؤال السابع وده محتاج فرش قبليه، وهو لو انا فيا حاجه واحده بس نفسك تغيرها ايه هي؟ لازم قبل السؤال ده تفهمي انك سامعاله، وان اي كلمه بيقولها بتعملي لها حساب وليها اعتبار عندك. وبعد ما تقولي السؤال اكدي عليه ان اجابته هتفرق معاكي جدا وانك هتاخدي بيها. لو بيحبك هتلاقيه بيقولك ايه؟ والله يا حبيبتي انتي كلك حلوه، كلك على بعضك كده، مفيش فيكي حاجه وحشه ولا حاجه احب اغيرها، لكن مثلا عارفه الموضوع الفلاني اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، لو مثلا نقدر نغير كذا او كذا نعمل ده مع بعض. انا مش عايزه اضايقك، انتي اصلا ما فيكيش عيوب، دي حاجه بسيطه ممكن نغيرها مع بعض. وهيكون متحسس قوي وهو بيتكلم وبيتاكد انه ما يجرحكيش او يضايقك وبياخد الموضوع واحده واحده. لكن لو مش بيحبك وبيتسلى هتلاقيه اول ما سالتي السؤال ده ما صدق، هيقولك بدل العيب 2 و3 و4، ويتكلم بصيغه بقى او بطريقه انه عارف عيوبك ومستحملها بس انتي لازم تتغيري. وهتلاقي دايما الحاجات اللي هو قالها عباره عن حاجات انتوا اتخانقتوا عليها قبل كده وانتي نفسك عندك مشكله معاه بسببها، لان ممكن تكون اصلا مش عيوب على قد ما هي مواقف ما بينكم انتوا مش متفقين فيها خالص. ومش هيراعي ومش هيكون حساس وهو بيتكلم، هيحس انها كانها فرصه وجات له ولازم يستغلها كويس، ويقولك على كل حاجه مش عاجباه فيكي. ودول كانوا 7 اسئله، وزي ما قلت لكم لازم تسالوا بطريقه ذكيه وتفهموا اللي بين السطور، وطريقه سؤالك هي اللي هتخليكي تاخدي الاجابات اللي تفهمي منها بيحبك ولا لا. طب الأسئلة دي تتسأل ازاي وامتى؟ والإجابات تستقبلها ازاي؟ خطوات بسيطة أو ملحوظات لو عملتيها هتفهمي الإجابات دي كويس قوي وهتاخدي الإجابات اللي انت عايزاها. أولا لازم يكون عدى وقت على علاقتكم قبل ما تسألي الأسئلة دي. ثانيا لازم تختاري الوقت المناسب، يكون وقت مفيش حد فيه هيقاطعكم. لازم كمان تكونوا وش لوش، ما ينفعش ده في التليفون ولا في الشات طبعا. لازم ما يكونش في فرصه انه يهرب منك او من الاجابه. فاختاري الوقت كويس قوي اللي تسالي فيه الاسئله دي، وخلي عندك دايما توقع وتقبل انك ساعتها تسمعي الاجابات اللي ما كنتيش تتوقعي تسمعيها ابدا. لما تلاقي كده اسمعي، ما تقفشيش، وادخلي على السؤال اللي بعده عشان تجمعي اجابه اكتر من سؤال تعرفي منهم الدنيا رايحه فين. مش تسالي سؤال واحد اجابته ما تعجبكيش فتقعدي تتخانقي وتسيبي الاسئله الباقيه. لا، مهم تاخدي اغلب الاسئله كده على بعض وما تقطعهوش، اديله الفرصه انه يتكلم ويشرح نفسه، وانت ما عليكي الا انك تركزي في اجاباته ولا تتجاهليه ولا تقاطعيه. وفي الاخر لما تقعدي مع نفسك ابقي فكري في كلام كويس وراجعي الاجابات دي في دماغك وشوفي ترضيكي ولا لا، كافيه ولا لا، وكوني صريحه مع نفسك، لانك انت المتضرره الوحيده لو ضحكتي على نفسك. ركزوا في الاجابات واسالوا نفسكم انتوا كمان السؤال الصح، بيحبني ولا لا، لان في الاخر الزمان ده زمن مش سهل وما بقاش في حد سالك. في النهايه كانت معكم في بي انور سيناريستيه، ويومكم سعيد.